يا جماعة الأكلة دي ولا كانت على البال ولا على النية. أنا فعلا ما كنتش أتعشى، بس ايه لقيت كده ربع كيلو بانيه ماما كانت مخبياه في التلاجة، فقلت ايه أطلعه أعمله شاورما فراخ. وعملت لي طبق مكرونة بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده معايا، أكلة كده جميلة. ده عشا نص الليل يا جماعة. تعالوا بقى أقولكوا على الوصفة بتاعتها، وصفة سهلة وبسيطة جدا، فيها تكاية كده هقولها لكم في الفيديو، تابعوني للآخر وانتوا تعرفوها إن شاء الله. يلا بقى نخش نقول الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي لسه يا حبايبي مشتركش في القناة ينزل يشترك، اللي كده بيتفرج على فيديو من غير ما يشترك كده ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد مني. ولايكات بقى كتير وكومنتات اكتر، كومنتاتكم بتعجبني فعلا والله العظيم، جميلة جدا، ربنا يخليكم يا رب، ودايما كده بتشجعوني وبتفرحوني. انا كان عندي بقى ربع كيلو بانيه مستخبي كده في التلاجة فقلت اعمله شاورما فراخ. دي بقى المكونات بتاعتها: بصلايه كده قطعتها شرايح، وفلفل الوان احمر واخضر واصفر، اللي طبعا عنده فلفل نوع واحد عادي شغال، وقطعت طماطميه كده مكعبات صغيره، واربع فصوص توم، والتوابل بصل بودره وتوم بودره وكمون وحبه ملح وحبه زعتر صغننين. فقلت بقى ايه، حطيت بقى حته سمنه في الطاسه، وحطيت شويه زيت اهو، هسيبهم بقى يسخنوا كده مع بعض. بعد كده احط الحاجه بتاعتي اهو. حبيبي بقى لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك حالا حالا حالا. وانا عملت نص كيلو مكرونه، سلقتها، وحطيت بقى شويه زيت في الحله وفصين توم اهو. هفضل بس اقلب فيها كده لحد ما تصفري معايا. فعلوا بقى الجرس بقى عشان يوصلكوا كل جديد مني. وشكرا قوي على الكومنتات بتاعتكم، ربنا كده يا رب يديمكم كده في حياتي ان شاء الله اهو لحد ما تصفري معايا. وبعد ما اصفرت حطيت طماطمية كده صغيرة، قطعتها كده مكعبات صغيرة كده، واقلب فيها شوية و وبرضك حطيت فلفل. دي اختياري، عايزين تحطوا الخطوة دي حطوها، بس بتدي طعم جميل قوي كده في المكرونة، طماطم مع الفلفل كده. هفضل كده اقلب فيها كده لحد ما يتماسكوا مع بعض. دي شطة زيت حراقة جدا، هقولكوا على الوصفة بتاعتها، هعملها لكم برضو كده في فيديو، جميلة جدا بتبقى حراقة فعلا، شطة زيت يعني بطريقة فظيعة اهو. عايزة بس تتسبك معايا كده بنص تسبيكة مع بعض كده. حطيت بقى صلصة اهو، هقلب كده شوية فيها. مهم. هسيبها كده تحمر شوية اهي. هفضل اقلب 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 لحد طبعا ما ايدك توجعك اهو. بعد كده بقى هفضي المكرونة وهفضل اقلب فيها كده لحد ما تحمر معانا كده اهو، مفرفرة وحلوة ازاي اهو. واو، تعالوا بقى اتعشوا معايا. انا الحمد لله اتعشيت يعني الحمد لله والله العظيم يا جدعان الاكله دي ولا كانت على البال ولا على النيه فعلا، بس هو ربع كيلو بانيه كده اغرني بصراحه. لما لقيته كده في التلاجة كده لوحده قلت اطلع اعمله. هعمله بقى اهوت. حط كده البصلايه بتاعتي
هسيبها لحد ما تصفر معانا اهو. الطاسه دي كانت صغيره، قلت بقى ما احطها في الصينيه ديت عشان اعرف اقلب اهو. هقلب فيها شويه كده لحد ما تتبل معانا. وصفه سهله كده وبسيطه خالص، وانا ماشيه كده معاكم خطوه بخطوه. طبعا بقى لو انتوا مثلا بتحطوا اي اضافات تانية عرفوني في الكومنتات عشان احطها، ولو الوصفه بتاعتي عجبتكم اكتبولي برضو في الكومنتات. حطيت بقى التوابل بتاعتها، بصل بودرة وتوم بودرة وفلفل وكمون وملح وحبة زعتر اهو. هفضل اقلب فيها كده. يا جماعه في التوابل نسيت اقول لكم ان انا حطيت فيها حبه كزبره، ماشي نسيت اقول لكم. فحطيت بقى لما لقيت البصلايه دبلت معايا حطيت الفلفل الالوان، وهفضل اقلب فيها كده شويه لحد برضو ما يتبلوا معايا اهو. اهو هفضل اقلب. حطيت برضو فصين الثوم بيدي ريحه فظيعه اهو. هقلب هقلب هقلب. فعلوا الجرس بقى. هفضل اقلب اقلب فيها. انا قلت بس اشارككم بس في العشاء بتاعي، عشاء خفيف يا جماعه عشان بس انا عامله دايت اهو. هسيبها بس لحد كده ما يتبلوا معايا كده. هحط بقى ربع كيلو البانيه اهو، وهفضل اقلب فيها. هفضل اقلب فيها كده لحد بقى ايه ما يستوي معايا اهو. قلب 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 برضو لحد ما ايدك توجعك عادي. الله على الريحه الله. لا بصراحه كانت طعمها حلو قوي، جربوا الطريقه دي سهله جدا. وبربع كيلو بانيه بس، ربع كيلو بانيه هتعملي وليمه اهو. هفضل اقلب فيها كده شويه، وما شاء الله استوت على طول خالص، ما خدتش 10 دقايق اهو. يا جدعان على الريحه يا جدعان، امي هتصحى على الريحه. يا رب بس ما تشوفش الفيديو ده هتعلقني. هحط كده نص مكعب مرقه اختياري، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين براحتكم اهو. هي اصلا كمان قربت تستوت معانا اهي. وحطيت كده ورق لوري برضو بتدي ريحه فظيعه في الاكل، طعمها حلو قوي اهو. وحطيت بقى شويه زعتر وروزماري، دي بقى سر الخلطه. لا بصراحه بتديها ريحه فظيعه والله العظيم. جربوا كده الوصفه دي هتعجبكم جدا.
هي اصلا خلاص قربت تستوي خالص معانا اهي. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، مش عايزه افصل الفيديو، بقيت بحب اتكلم معاكم. لو انتوا مثلا بتضيفوا اي حاجه عليها يعرفوني في الكومنتات برضو. اهي كده قربت تستوي خالص. قبل بقى ما تستوي كده بحاجات بسيطه نقوم بقى حاطين الطماطمايه اهو. في ناس بتحط باين معلقه صلصه كده، بس انا مش حباها، هي ديت احلى. كل واحد بقى بيبقى له طريقه يعني، فالطريقه السهله بصراحه احنا بنعملها حاجه كده تبقى على قد الايد اهو. الله على الريح، انتوا شامين؟ الريحه جميله. تسلم ايديا وحياة عينيا. شفت الشكل؟ الله الله الله. تعالوا اتفضلوا معايا، تعالوا كلوا معايا. وادي كده خلاص خلصناها. حاطه بقى في طبق التقديم اهو. يا سلام على الريحه، يا سلام يا سلام يا سلام اهو. لايكات بقى كتير يا جدعان وكومنتات اكتر، شجعوني بقى اهو. شفتوا الطبق؟ حاجه كده لذيذه ولا الريح؟ طبعا بقى لزوم الشياكه حطيت شويه خضره كده من فوق ومن جنب كده، ده بقى لزوم الشياكه اهو. تعالوا اتفضلوا معايا، حاجه كده جميله. وادي اكلتي النهارده خلصت، طبق مكرونه بالشاورما. اكله كده ولا كانت على البال ولا على النيه. يا جماعه على الجمدان، الله الله. يلا لايكات كتير وكومنتات اكتر. اشوفكم على خير، باي باي.